ما في أحلى من لمة العيلة بالشتوية والكنكنة، وهاي الأجواء بدها مشروبات ساخنة. اليوم إن شاء الله رح نعمل نوعين من المشروبات الساخنة اللي راح تتابعوا الفيديو لتعرفوا شو هن، وإن شاء الله يعجبوكن. وبالبداية بحب رحب فيكن جميع، وبتمنى إنه الوصفات اللي عم نقدمها تكون تعجبكن وترضيكن. وإذا بدكن أي نوع من أنواع المشروبات أو الوصفات بتمنى تكتبولنا بالتعليقات حتى نساويهم. هلأ أول مشروب بدنا نساويه اللي هو السحلب، ورح نبدأ نساوي بودرة السحلب. البودرة عبارة عن كاسة نشا، كاسة سكر بودر، كاسة حليب بودر، وكاسة رز مطحون، وشوية فانيليا، وبإمكانكم ما تحطوا الفانيليا حسب الرغبة. طبعا نخلتهم مشان ما يكون فيهم أي شوائب أو أي كتل، وبعدين حركتهم وهلأ بحطهم بمطربان، وهلأ بدي بلش أعمل منهم السحلب اللي بدي أشربه. باخد لتر حليب، يعني حوالي الأربع أكواب أو 250 ميلي، بحطه على النار. وطبعا كل كوب بده معلقة صغيرة من السحلب. بطحن قليل من المسكة بمعلقتين سكر، وبضيفهم لبودرة السحلب. وإذا كان بدي سكر أكتر، يعني بحبه حلو أكتر، بضيف معلقتين كمان سكر، بس أنا بتوقع إنه معلقتين سكر كفاية. هلأ بحطهم على النار، وبضيف السحلب أول بأول مع التحريك المستمر. شايفين ما بشيل إيدي منه لأنه في نشا. النشا بيعلق بالكسرول وبينحرق، فبتضل إيدي باستمرار في تحريك. هلأ طبعا السحلب بيلبق له القرفة، فبحط عود قرفة فيه. طبعا مثل ما قلنا مع الاستمرار بالتحريك حتى يبدأ يسمك. هلأ بنشوف بعد شوي إنه بلش يسمك. طبعا اللي ما بده يعمل بودرة السحلب بالبيت بإمكانه يجيبها من عند العطار، ما في مشكلة. هون بلش الحليب يسمك مثل ما عم قلكن، شايفين؟ ما بخليه يغلي كتير، بدي إياه يغلي حوالي دقيقة واحدة بس. بعد الدقيقة بطفي وبصبه مباشرة بكاسات التقديم أو فناجين التقديم. طبعا السحلب بإمكانكم تزينوه بأي شي بتحبوه. أنا هون حطيت جوز الهند، والفستق الحلبي. طبعا بأي نوع من المكسرات، وبإمكانكم حتى ما تضيفوا مكسرات أبدا. وحطيت أشلميش، ومثل ما قلنا السحلب بيلبقله كتير القرفة. فبعد ما حطيت مبروش البندق، هلأ بدي أحط القرفة. طبعا بيتقدم مع السحلب كعك. بدي أورجيكم، شايفين سمكة السحلب ما شاء الله، واللي بيحبها أسمك من هيك بإمكانه يزيد كمية السحلب. طبعا هيك قدمنا أطيب وأحلى سحلب ممكن تاكلوه بالسهرة أو تشربوه بالسهرة. وهلأ بدنا نقدم المشروب التاني اللي هو الهوت شوكليت. باخد فنجانين من الحليب، حوالي كل فنجان 300 ميلي. طبعا كوبين كبار، ولازم يكون هون الحليب كامل الدسم حتى يعطينا نتيجة روعة. وبضيف عليهم 100 غرام من الشوكولا. هلأ بحطهم على النار، وبخلي الحليب يسخن لحتى
يدوب فيه الشوكولا. متل ما انتم شايفين بلشت تدوب الشوكولا اللي أنا حاطتها فيه، وبلش يتغير لونه، وبلش يتقل لأنه قوام الشوكولات تقيل، فلما بيدوب بالحليب بيتقل. بعد ما داب الشوكولا وبلش بده يغلي، حطيت معلقتين من الكاكاو الخام، شايفين الخليط تقيل شوي. وفي رغوة على وجهه ما شاء الله، ما بدي أقولكن. بس غلى مباشرة بطفي تحته وبصبه بمجات التقديم اللي بدي أشرب فيها، وبعدين بدي دلله شوي فبحط عليه كريمة شانتيه على الوجه، وبحطله مارشميلو. طبعا بإمكانكم تشربوه من غير ولا شي، يعني بس الهوت شوكليت. شايفين ما شاء الله شكله غير شكل، والطعم ما بدي أقولكن خيال. أتمنى أنكم تجربوه. إذا عجبكم الفيديو شاركوا قناتي على اليوتيوب سفرة نادي، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.